أول ظهور لسفاح الغربية المتهم بإنهاء حياة 5 سيدات داخل القفص. انهار باكيا: أنا عار على أهلي وأولادي. وكانت أول جريمة ليه وهو عنده 8 سنين، وتاني جريمة هي قتل مراته وباقي الضحايا بسبب عقدة في حياته. ما تنساش الاشتراك ودعمنا بإعجاب. وقال سفاح الغربية: أول جريمة ارتكبتها في سن الطفولة، وكان عمري وقتها 8 سنوات، لما كنت بلعب مع طفلة رضيعة وكنت بقوم بنزع السكاتة من بقها وبحطها، وأمها وأختها دخلوا عليها لقوها ميتة في إيدي وقعدوا يصرخوا، وجريت على بيتنا وأمي ضربتني ضرب جامد، ودي الوقعة الوحيدة اللي ذكرت فيها أمي. وأضاف: الموضوع ده فضل متراكم معايا في ذهني، وأمي كانت ست شديدة جدا، وأهلي كانوا ناس طيبين، وأنا عار عليهم بعد ما قتلت 5 سيدات. وتابع سفاح السيدات بالغربية: أنا اتجوزت 5 ستات، وأول واحدة اتقتلت كانت مراتي، وكانت حامل مني، وكانت إنسانة طيبة وبتاعت ربنا وبتصلي، وباقي زوجاتي ما حصلش ليهم حاجة، والضحايا ال4 كانوا الستات كنت أعرفهم من سنين، وكان في شيء جوايا هو اللي دفعني لقتلهم. وأضاف سفاح الغربية: أنا اتكلمت في كل كبيرة وصغيرة أمام جهات التحقيق، حتى واقعة قتل الطفلة الصغيرة لما كنت طفل حكيت عنها، وتاني واقعة قتل كانت بعد 3 سنين من قتلي لمراتي، وفي الفترة دي كنت بجيب ستات البيت عندي، وبعد كده عملت باقي الجرايم. وتابع قائلا في نفس هادئة: أنا مش خايف من الإعدام، واعترفت بكل جرايمي، والسبب في كده هي أمي اللي ماتت، وأنا حزين وأنا بتكلم عنها، وجعني وألمني خيانتها لأبويا مع عمي، وحسبنا الله ونعم الوكيل. كما حرص السفاح خلال لقائي وهو واقف مكبل الأيدي داخل قفص الاتهام على ترديد كلمات: أنا مش ندمان وعارف نهايتي، وربنا عارف إيه النار والحزن اللي جوايا، وأنا استدركت كل الضحايا وجمعتهم في شكاير ورمتهم في ترعة الخضروية عشان أخفي ملامح جرايمي. وانهار المتهم خلال جلسة محاكمته عقب إخراجه من داخل قفص الاتهام مقيدا بالكلبشات مرددا عبارة: أنا ليا ربنا ومش عاوز محامي أمامه، وأنا اعترفت بكل الجرائم، بقتل مراتي و4 سيدات، وأنا معترف بكل الوقائع دي انتقاما لأمي وخيانتها لأبويا. كما حاول المتهم إقناع الحاضرين بادعائه الجنون وعدم الثبات الانفعالي، معللا مروره بأزمات نفسية متوالية. من ناحية أخرى كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بحراسة أمنية مشددة مدعوة بتشكيلات من قوات الأمن النظامية والسرية لنقل سفاح قرية سينبو المتهم بإنهاء حياة 4 سيدات واستقطابهن من محبسه بمركز زفتة إلى قاعة أولى جلسات محاكمته بجنايات مجمع محاكم المحلة. في المقابل كشف تقرير إحالة المتهم بوقائعه لإنهاء حياة السيدات بعد استدراجهم وممارسة الرذيلة معهم خلال الفترة الزمنية من 2020 ل 2024. حال فترة عمله كشيف بإحدى الفنادق السياحية استخدم أدوات حادة منها سكينتين وساطوران وإزهاق أرواحهن بقصد القتل العمد والترصد طوال 4 سنوات متوالية. وتعود الواقعة إلى شهر مارس الماضي، حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بلاغا من مأمور مركز شرطة زفتة يفيد بالعثور على ساق فتاة ملقاة بجانب ترعة الخضراوية. شاركنا برأيك، تفتكر هيحكموا عليه بالإعدام ولا هيرقفوا بحاله؟